جيت وقلت لها يا خاله وخر يدك ابغى ادفك، ودفتوه شويه انقلع يا العبد يا الاسود. نرجس يا اخوان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم هادي ولد حليب، جايكم في فيديو جديد يا اخوان مع محمد غزواني واحمد دغريري. فيديو اليوم عباره يا اخوان عن اسئله وتحديات زي كذا، واللي ما يجاوب يا نصل له منديل في اذنه او نمردغ وجهه في مبادره. فاليوم يا اخوان ان شاء الله الفيديو يعجبكم، لا تنسوا اللايك واشتراك في القناه، نشوفكم فيديوهات جايه. مع السلامه. طيب يا اخوان عندي لكم اسئله. اول واحد ببدا فيه انت دغريري. اسمع، لو كان عندك سر ما ودك احد يعرفه، ايش هو؟ تبغى ذا ولا ذا؟ الله ذا. والله اسمع فين اجتابه؟ ابوينا فين يا اخي لا يا اخي الله خلاك. طيب لا ما سالت نفسك. غزواني، هل قد كذبت كذبه كبيره وانكشفت وايش هي؟ ما تنقال. تبغى عقاب؟ تبغى ذي ولا ذي؟ حلوا هنا عشان انبان. هل بكيت عشان شخص ما يستاهل وايش وليش وش السبب؟ طيب عادي اجاوب بدون اسماء. السؤال مكتوب ايش وليش والسبب. طيب انا اقول لك انا بقول لك السبب بس بدون اسم وبدون ما اقول يعني هل جنسه ذكر او انثى. ايوه اسمه لازم، لا اذا اسمه بتعاقب جيب مبادره. ايوه دغر. لو حصلت فرصة واحدة بس تقرا محادثة شخص، مين بيكون الشخص ده اللي انت الفرصة اللي تبغاها تقرا محادثته؟ زوجتي. السؤال الحين انت فيك مثلا اقول فيك عرق اللقاء، انت انسان لو طرف لك شخص تبغى تقرا محادثة حقه راسل يعني ولا لا انت تقرا محادثات من جواله. ايوه تقرا محادثات ورسائل وكل شيء. شوف اسجل على طول كذا يعطي ورب الكعبة. ايوه غزواني، ما هو اكثر شيء تخجل انك تعترف به؟ يعني شيء مستحيل انك تعترف به، يعني انت تخجل انك تقوله. ما احب احد يكون صح، يعني انت صح دائما. يعني انا صح دائما. نرجس يا اخوان صراحة يعني. تسالني انا؟ ايوه وضح السؤال. اسلم. اقول لك السؤال يا هادي، سلام. اكثر موقف محرج صار لك قدام الناس وايش كان؟ اوه ماي جاد. طيب يا اخوان، اكثر موقف محرج صار لي في المستشفى. المهم يا اخوان ذيك اليوم كاني مع ذا، كان مكتوب ما ادري مفصلك اذكر، كان زبده انه تعبان وانا رحت معاه المستشفى. المهم دخلنا المستشفى ومحمد خلص اموره ودخل عند الدكتور يعطيه مغذي زي كذا، وانا جلست في الانتظار. جن عجوز يعني هي بيضة حلو وتدفى ام عربيه مسكينه، وانا اتفرج لها من امسي الدفه. عرفتم اللي شو اسمه جنتلمان وكذا، عرفتم اللي ابغى اساعدها. جيت وقلت لها يا خاله وخر يدك ابغى ادفك، ودفتوه شويه انقلع يا العبد يا الاسود. اقسم بالله يا عيال ورب الايمان الدكاتره كله التفتوا علي، انا كذا حرفيا كذا. طيب انا جيت بساعدك، اقسم بالله مثلا كذا بالحرف الواحد تقول لي انقلع يا طيب انت تدفين بعربيه بيدك، ابى اساعدك ابى اكسب فيك خير. اعطيته وضعيه اللي طلعته من المستشفى جلست برا لمين ذا خلص ورحنا. والله ذاك الموقف صدق لين دحين مأثر فيا يا اخي، والله يا جماعه يحرق البطن، والله قهرني. يقول لك لو شافوا اهلك سجل محادثاتك، وش الشيء اللي بيحرجك اكثر؟ يعني اهلك شافوا المحادثات في جوالك. دقيقة قبل تبى تتعاقب. حط وجهك. اغطس واخرج من مضيق هرمز. يا اخي وجهي نص بعض. سؤال لي اكثر شخص في حياتك تحس انك ضعيف قدامه. اوه كيف اشرح لك؟ يقدر يسوي فيك، يعني يقدر يقول لك سوي شيء. لا ما قصدي. يعني من اخوي انا زي كذا، يعني واحد تضعف قدام اذا طلبك شيء تنفذه له. بس انا انسان صراحة يا ناس الشخص ده يجبر بجد. يا اخي ابويا امك والله الصراحة وين راسك؟ يعني ما اقدر اقول له لا في اي شيء ابدا ما اقدر. ابويا امك تغريب. ايش اكبر غلطة غلطتها ودك ترجع تصححها؟ خلوني افكر، اعطوني وقت. اكبر غلطة غلطتها ايوه نفسك ترجع وتعدلها. رجع بالزمن. ايوه في اغلاط واحد. رحنا جربنا في نادي انا وفيصل ما أوضح. بس هو كمل في النادي وانا سحبت.
وهذه نفسك تريح تعدلها والله نفسي يا أخي. باذن الله باذن الله انك تعوضها ان شاء الله. يلا اشربوا مويه. ما شوف في نشرب شيء مويه يعني. كذا كلنا نقبل ونتفرج ببعض على طول. يا اللي يضحك يحط يده يخش مويه. 200. ما أدري 200. ايوه راوند 2 يا اخوان. مستحيل، ما في شيء يضحكنا، احنا نضحك بكيفنا. يعني قصدهم زي كذا يا عيال نحط فلتر. ايه هم اسلام هاي عينك تعتبر بس والله عدل هذا مشابك وجه. حتى انا مشابك. الله يسعدك يا حبيبي ويعطيك حتى يرضيك. شكرا يا ميشو. الله يكثر غيرك يا حبيبي. يقول لك حط 3 اشياء. هذا مشابك. واحدة كذا احسن صح؟ واضحين زيادة. نجرب شرب. قبل دي. انا ما احب اخوياني حاطين بودر وانا لا. يا عيال ايش سوي؟ بدقهم طالع 3 مرات، اذا دقيتهم ثالثة ارفعوا وجيهكم دنقوا. قوية ابغاك تعلمهم سالفه الاسد. ايوه انا احتاج السالفه. الاسد يا اخي دق ما حد مصدق ترى. والله ما حد مصدق. المشكلة هنا يا عم ما حد يصدق. رجعت من بيت زي ولد صغير. لعبت كورة استمتعت رجعت من بيت مليل. المهم رجعت من بيت روج اضبط اموري وزي كذا. قال لي امي كذبك باسل عشان كذا. انا كذاب يعني. شوف عندنا ما قلتم سالفة. طيب خلينا نقول السالفة بعدين. يا مالك الزبده يا جماعه الخير انه وصلني امي قال لي روح بقاله جيب لي اغراض وزي كذا. فانا طالع من بقاله الوضع حلو ايزي واوصل من دكان اشتري مغراض لامي واخذت لي عصير وخلاص قديني راجع. المهم يا جماعه الخير وانا راجع اتفرج من بعيد اتفرج يا اخي في شيء يخرفش واتقرب له اسد. طبعا انا لما شفته هو كان خايف مني وانا خايف منه، هو خايف مني وانا خايف منه واتقرب منه ويتقرب مني. اول ما شاف قال لي يا اخي روح الاسود ما تاكل بعضها. يا جماعه انا بس مشيت شويه حلو كبيتوه خلاص. لما انت قابلني قال لي الاسود ما تاكل بعضها خلاص انا وثقت فيه واعطيته ظهري ومشيته ولا كبني لما انا امشي. حلو انا امشي زي كذا يا اخي بخش يدي ومكذبني اوريكم مشخف. دحين اوريكم مشخف. حتى الساعه دقت. شوفون ده شوفوا حق مثلا. انا بقول لكم السالفه وانتم عاد احكموا صدق ولا كذب. مره كنا رايحين نشوي وقالوا بجهله انه راح نشوي فقام في عشه هنا. العشه اللي ما يعرفها يا اخوان زي كذا ردميه كبيره وفوق في اشجار وزي كذا نسميها في جيزان عشه. رحنا جلسنا هناك وجهزنا كل شيء ومعانا كان هجف. اللي ما يعرف ايش هجف حمام وقطعناهم ومجهزين مضبطين. جماعه الخير اخوي كان حاط رجله على حجره. المهم طلع حنش ملون لونين اسود واصفر يا جماعه كذا. شكل امتحان. اول ما طلع محنش يا اخي احنا فلتنا من فوق. فلتنا جري من فوق اقسم بالله ما بقي واحد. روحنا من بيوت كسرت معشر مقصب اي شيء قدامي شليتوه. وصلت من بيت كان ما ادري ابكي اضحك على مهاجف حقنا اللي فوق كله تعشابه ولا كان شيء تعشابنا. بس والله هذه السالفه. وش تتوقعون صدق ولا كذا؟ بس والله هذا كان ختام مقطعنا لهذا اليوم يا اخوان. نشوفكم مقاطع جايه. شكرا يا احمد تغريري شكرا يا محمد غزواني على الحضور وان شاء الله في فيديوهات جايه. مع السلامه.